خوتي المغاربة، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ياسين دايري. كيف ما وعدتكم في فيديوهات سابقة، قلت لكم إذا كاين شي جديد حول أشغال تأهيل مطار أكادير المسيرة أو حتى مطار مراكش المنارة، فغادي نخبركم بها أولا بأول. اليوم كاين طبعا أخبار جديدة كيف غادي تكونوا قريتوا في مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي المغربية، كتكلم على الاستعداد لانطلاق أشغال تأهيل مطار أكادير المسيرة وكذلك مراكش المنارة. بالنسبة لمطار مراكش المنارة، راه في وقت سابق انطلقت أشغال الأشغال التمهيدية لبناء محطة جوية جديدة، وكانت متركزة بشكل أساسي في عملية يعني تهيئة الأرضية وكذلك نزع الملكية ديال بعض المباني المحاذية لمطار مراكش المنارة، وتحديدا في جهة المحاميد. فربما يعني العملية ديال نزع الملكية وصلت لمراحل متقدمة. فاليوم كاين أخبار جديدة كتقول إنه تم اختيار الشركة المنجزة لهذا المشروع الكبير. الاختيار وقع على شركة جيت كونتراكتورز، اللي هي شركة مغربية بنسبة 100%. تأسست سنة 1992. يعني صاحبها مديرها التنفيذي مغربي، رجل أعمال مغربي، إضافة إلى أسهم بعض رجال أعمال مغاربة. يعني شركة أعمال إنشائية، يعني بنات على المكانة ديالتها في السنوات الماضية، وقامت بإنجاز عدد محترم من الأعمال الإنشائية. من بينها نقول لكم أن مثلا هي قامت بإنجاز ملعب فاس الكبير، أيضا ربا سنتر. هي من تقوم حاليا بأشغال، تساهم في أشغال برج محمد السادس على ضفاف نهر أبي رقراق، المحطة البحرية ديال الدار البيضاء. العديد من الأعمال الإنشائية قامت بها. هي اللي قامت بأشغال إنجاز محطة قطار ال جي في بطنجة. آه، كاينين بزاف ديال الأعمال الإنشائية ديالتها، ونجحات فيهم وخدات يعني بنات على التميز ديالها. فتم اختيارها لتنفيذ هذا المشروع ديال التوسعة وبناء محطة جوية جديدة. يعني المقالة هي قدامي كتقول أنه لجنة التقييم اعتبرت أنه العرض الذي قدمته الشركة البالغ 1.8 مليار درهم باستثناء الضرائب والرسوم الجمركية هو الأكثر ملائمة. كانوا بعض الشركات ديال الإنجاز الأعمال الإنشائية كتنافسها في هذه المناقصة، وهي اللي فازت بها. آه، ما نشوفوا يعني الأعمال ديالها ديال المحطة الجوية الجديدة كيفاش غتسالي. شفت بعض شفت نموذج من التصميم الهندسي لهذه المحطة الجوية، ولكن ما متأكدش بأنه هو فعلا 100% أم أنه غيكون هنالك بعض التعديلات عليه. ومهم في النهاية حققت المراد وفازت بهذه الصفقة، على أمل أن المحطة الجوية الجديدة تنتهي بحسب ما قرأت يعني قبل سنة 2029، يعني باش تكون مواكبة لاستعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال. المطار ديال مراكش المنارة فعلا كان يحتاج إلى عملية تأهيل وتوسعة. راكم شفتوا في الأشهر والعامين الماضيين كثير من الفيديوهات من داخل المطار كتبين لنا مدى الازدحام، سواء الناس اللي باغا تدخل المطار او الناس اللي جايه بغات تاخذ الباجاج ديالها وتخرج. كاين ازدحام كبير في مطار مراكش المنارة بسبب تزايد عدد السياح والوافدين على المدينة. فخص يكون هنالك محطة جوية جديدة اللي يعني تقدر تستوعب هذا العدد المتزايد من الوافدين. فنتمنى للشركة المنجزة كل التوفيق، وإن شاء الله يخرجوا لنا بواحد المنشأة هندسية جميلة اللي نفتخروا بها مثل باقي الأعمال ديالهم. كذلك أيضا هنالك أخبار متعلقة بمطار أكادير المسيرة اللي كانوا بعض الأصدقاء سولوني عليه، قالوا لي المطار أكادير المسيرة حتى واحد ما كيهضر عليه، واش فعلا أشغال ديال التوسعة غادي تطال كذلك هذا المطار؟ قلت لهم راه لحد الآن مازال ما كاينش، ولكن أخبار أكيد
كتقول إنه خاص مطار أكادير المسيرة يعرف واحد عملية تأهيل كبيرة، لأنه اللي كيدخل المطار ديال أكادير المسيرة حاليًا كيشعر إنه راه بحال في شي محطة طرقية وليس وليس مطار، وبالتالي كان ملزم على السلطات المعنية أنها يعني تمشي في هاد الطريق ديال بناء محطة جوية جديدة كبيرة باش تضاعف السعة ديال الطاقة الاستيعابية السنوية للمسافرين. فالأمور مشات في هاد الطريق والحمد لله دابا حاليًا تم اختيار الشركة اللي غتقوم بإنجاز هاد المشروع الكبير، اللي هي شركة SGTM المعروفة الرائدة اللي كنتكلموا عليها دائمًا، اللي كتشرف دابا حاليًا على أشغال بناء ملعب مولاي عبد الله، وكذلك غتشرف على أشغال بناء ملعب الحسن الثاني في بن سليمان، وعندها تاريخ كبير في الأعمال الإنشائية في المغرب على مدار السنوات الماضية. بالنسبة للمطار غادي يتم رفع السعة ديالته، غادي المساحة ديالته توصل 75,000 متر مربع، وغيستقبل 75,000 متر مربع، وغيستقبل 7 ديال المليون مسافر سنويًا بتكلفة غتوصل لحوالي 2.2 مليار درهم. أنا شفت التصميم ديال الملعب ديال التصميم ديال مطار أكادير المسيرة، كتصميم يعني الشكل الأولي ما شفتش المرافق، شفت فقط الواجهة الخارجية ديالته. آآ ما بغيتش نعطي واحد التعليق سلبي على التصميم، ولكن نخليه ليكم نتوما، ونبغي نعرف الملاحظات ديالكم، لأنه صراحةً أنا متردد نقدر نقول شي تعليق ما يعجبكمش، ولكن نفضّل أنني يعني نلتزم الصمت إلى أن نشوف تصاميم أخرى عن قرب، ونشوف المرافق، ونشوف يعني نشوف كيفاش غادي يعني الشكل ديالو في التصميم بشكل أوضح، ولكن غنخلي لكم الصورة ديالته دابا مرفقة بهاد المداخلة، ونتمنى أنني نعرف الرأي ديالكم. إذًا الأشغال ديال عملية بناء محطة جوية جديدة كبيرة بمطار أكادير المسيرة غادا تنطلق، وكي قلت لكم في وقت سابق يعني بالتزامن مع أشغال تأهيل الملاعب بالمغرب، فإن أيضًا المطارات بالمغرب كذلك تعرف عملية تأهيل كبيرة، وواحد الورش كبير انطلق منذ أشهر طويلة، ماشي فقط في هذه الفترة هذه بعد احتضان كأس يعني الفوز باحتضان كأس العالم، بل هنالك يعني مطارات في المغرب دابا حاليًا كتعرف عملية ديال تأهيل، من بينها المطار ديال سلا الرباط اللي شارفت الأشغال على ديال بناء المحطة الجوية الجديدة على الانتهاء، وإن شاء الله غادي يكون جاهز قبل انطلاق مباريات الكان اللي غتضاعف الطاقة الاستيعابية ديال هذا المطار. آمم، شفت أنايا آخر الصور ديال هذه المحطة الجوية، يعني تصميم رائع، الأمور إن شاء الله غادا تخرج على أحسن ما يكون. أيضًا كاين مشروع ديال تأهيل مطار الناظور العروي، أيضًا مشروع ديال تأهيل مطار تطوان ثانية ترمل، كاين مشروع كبير في طنجة ديال بناء محطة جوية جديدة كبيرة في مطار طنجة بن بطوطة، باش تكون مواكبة لهاد الpreparation ديال هادشي اللي غنحتضنوه، بالتزامن كذلك حتى مع يعني بحال مطار أكادير المسيرة. عما قريب غنسمعوا يعني أخبار ديال الشركة اللي غتفوز بصفقة بناء هاد المطار. أيضًا كاين البروجي الكبير، الكبير بزاف اللي هو ديال محطة أو ماشي محطة، مطار جوي جديد بجانب مطار محمد الخامس في النواصر، اللي دابا راه بداو بشكل رسمي الأشغال ديال تأهيل الأرضية باش يشرعوا في بناء المطار. غيكون مربوط بشكل مباشر بخط قطار فائق السرعة، والمحطة تكون قريبة من بوابة المطار. ف أيضًا كاين بالنسبة لمطار فاس سايس، أيضًا غادي تكون هنالك عملية تأهيل كبيرة في مطار فاس سايس، وغتزيد كذلك من الطاقة الاستيعابية ديالو، فنتمناو كل الخير لهاد الأشغال اللي دابا حاليًا المغرب كيخوضها. المغرب تحول إلى ورش كبير ديال عملية التأهيل والبناء، وكيحاول أنه على قدر المستطاع تولي عنده واحد بنية تحتية اللي تنافس، ما نقولش تنافس دول إفريقيا، بل تنافس دول في أوروبا الغربية. المهمة ماشي سهلة أكيد، مهمة صعيبة وتتطلب منا كثير من التحدي والصبر، يعني سواء في المجال الرياضي، في المواصلات، في الصحة، كذلك كاين ورش كبير في بناء المستشفيات في مختلف مناطق المغرب.
يعني كاين هنالك مجهود كبير كيتم بذلو، خاصنا غير تكون الريزولطا اللي هي مزيانة. فنتمناو لهم التوفيق، إن شاء الله إلا كان أيضًا مركّز على المطار ديال طنجة بن بطوطة، إن شاء الله إلا كاين شي خبر آآ جديد على عملية بناء المحطة الجوية الجديدة فغادي نخبركم بها، وفي حالة ما إذا انطلقت فعلًا الأشغال في مطار أكادير المسيرة وكذلك مطار مراكش المنارة، فغادي نخبركم بكل جديد أولًا بأول، ونشوفكم على خير.